قد حالك، كوني قوية، اثبتي وجودك، كوني واثقة من حالك. هيدي الأمور نحنا كبنات كتير بنسمعها خصوصي من أهلنا، بس ما حدا بيفسر لنا كيف بدنا نكون قد حالنا بالمدرسة، بالجامعة، بالشغل، بالمجتمع. ولكن لسه لديكم لا خوف عليكم. وكل شي رح احكيه هو من تجربة شخصية. انا شو عملت لعن جد قويت شخصيتي وصرت بنت قد حالي. اللي بده يغلط معي بفكر 100,000 مرة قبل ما يجرب يغلط معي. والموضوع لا بالقوة ولا بالعضلات ولا بالسلبطة، الموضوع بس بقرارات انت بتاخديها بايامك. هي شوي شوي رح تبني لك شخصيتك القوية ورح تصيري بنت قد حالها. واذا هيدا اول مرة بتشوفوني، انا لاريسا وبقدم محتوى عن حب الذات، الثقة بالنفس، تطوير الذات، consider subscribing. كسري هاجس الخوف من انك تخيبي امل شخص واحد فيكي مرة واحدة. ما بدي اقله لا للبوس تبعي لانه بفكرني ان انا كسلانة او ما الي جلادة او عم بتغنج على الشغل. بس اذا شغل ما بيناسبك بترفضيه. اذا شغل مش مندفعلك عليه وما عندك وقت لإله بترفضيه. ماكسيوم هالبوس تبعك شو بده يقول؟ ولا كنت فكرك اشطر من هيك؟ خيبتيلي ظني فيكي. يا لطيف يا لطيف، اوعى ظنك فيي يخيب بس لاني حطيت حدود وكنت قد حالي. وبعرف انها صعبة وبعرف انه مش هينة، بس انت كل المطلوب منك تجربي مرة واحدة وشوفي الشجاعة كيف رح تزيد عندك. احيانا نحنا منعظم فكرة انه نخيب ظن حدا فينا كتير براسنا، منكبرها كتير للخبرية. واحيانا لما تحطي حدود بتطلعي بتلاقي الشخص ما حتى هم ولا خب ظنه، لا انزعج، لا تضايق، لا غير تفكيره فيكي، كانت كل الخبرية براسك. بس كيف رح تقدري تعرفي اذا ما حتى جربت تقولي لا او جربت تحطي حدود؟ ياما انا ساكتة عن امور صايرة قدامي ما بتناسبني ولا من مبادئي، بس تضلني معهم بالجروب ويضلوا شايفيني انا البنت الهنية السلسة اللي ما بتقول لا عشي، ما بتعترض، ما بتعارض. إيه لا، ده كان زمان. وهلأ بس ارجع افكر فيها، انا شو استفدت من شخصية البنت يلي ما بتعترض على شي وبيكلوا لها حقها وبيستغلوا لها وقتها وبيستغلوا لها طاقتها؟ انا شو استفدت؟ ما تسمحي لحدا يغلط معك لا جسديا ولا معنويا ولا لفظيا. ما تسمحي لهم يغلطوا معك ولا حتى مرة واحدة بس، لانه اذا غلطوا معك مرة وانت سكتتي وما دفعتي عن حالك، هول الاشخاص خلص صاروا بيعرفوا انه هيدي البنت ما بتدافع عن حالها وما بتعارضنا على شي وما عندها مشكلة بهيدا التصرف، فرح يكرروا التصرف. هيدا إذا ما علوا الدوز. حتى من أول مرة شخص بيتصرف معك تصرف ما بيناسبك بتحطي له حدود. من أول مرة بيحكوكي بطريقة أو بمصطلحات أو بأسلوب ما بيناسبك بتحطي لهم حدود. وهيك بتصيري بنت قد حالك وبنت بينحسب لها حساب لما بدهم يحكوا معك، لما بدهم يتعاملوا معك. أحيانا الأشخاص ما بيكونوا عارفين إنهم عم بيأذوكي أو عم بيتخطوا حدودهم معك، ما بيكونوا بيعرفوكي مزبوط، بيكونوا هيك عم بيحكوا عن مزح يمكن وزعجوكي. إذا أنت ما بدك تبخعيهم وما بدك تجرحيهم لأن يمكن هالأشخاص عن جد ما قصدهم، فيكي تحكيهم بطريقة كتير رايقة وراكزة ومهذبة وتكوني عم تحطي حدود بنفس الوقت. لما نقلك كوني قد حالك مش يعني تكوني عندك هذا الأسلوب الهجومي بحجة انك عم تدافع عن حالك وتكوني بنت قد حالك. قادرة انت بكل تهذيب واخلاق ورواق ولباقة تكوني عم تسكتيهم كلهم. لأعطيك اكزامبل توضح لك الفكرة اكتر. انا شخص ما بحب حدا يدقرني، خصوصي إذا شباب وخصوصي إذا منن قرايبيني، ما بعرفهم، رفاق عاديات أو معي بالشغل. ما بحب حدا يمسكني. عندي أنا بفسر لهم إنه عندي مثل بابل. هيدا البابل ما فيكن فجأة تمسكوني أو تمزحوا معي أو تشبقوني على كتفي أو تلقوا علي. هيدي الحركات أنا ما بتناسبني. فلما نكون بمطرح جديد أو بلش شغل مع ناس جديدة، بكل رواق وبكل هضامة وكيوتنس مرق لهم إياها انه انا عندي ايه بابل. ما فيكن هيك وقت اللي بدكن تخترقوا هيدا البابل وتمسكوني. ما بحب. وهن لانه بيكونوا محترمين وفهمانين بيتفهموا وبيحترموا هيدا الشيء وبيراعوني على هيدا الاساس. اي شخص بيجي من برا بيتخطى الحدود معي لانه ما بيعرف، انا بحط له حدود كمان بطريقه كتير كيوت ومهضومه. اذا انت بنت بدك تكوني قد حالك وبدك تقدري تحترمي حالك والناس تحترمك، ما فيك تكوني بنت بتتنازل عن اي مبادئ عندها اياها بس لترضي غيرها او غيرها يحبها. اذا انت بنت عندك مبدأ انك ما بتسبي ما بتشتمي، بس تقعدي مع جروب كله بسبسب وبدك هيدا الجروب يحبك وتكوني معهم كل الوقت، فبتصيري تحكي مثلهم وتسبي مثلهم، تتنازلي عن كل مبادئك وقيمك واخلاقك بس لتكوني معهم. هون انت ما عم تتركي سبب للناس ضلها تحترمك او انت تقدري تحترمي حالك. ايه فيكي تتخلي عن مبدأ معين يمكن ما بقى بيناسبك بحياتك اليوم او عم بيعرقلك حياتك، يمكن سمعتي للرأي الاخر وحبيتي يلي حكاه لقيتيه منطقي وحبيتي تاخدي هيدا المبدأ من هيدا الشخص وتفوتيه على حياتك للمبدأ. هاي الامور بتصير. مبادئنا ممكن تتغير اذا نحن عم ننضج وعم نتغير، وممكن نتخلى عن بعضها بس مش لسبب مثل انك ترضي غيرك او تفت ان بجروب. ما بتتخلي عن مبادئ بتناسبك بس لتكوني مع اشخاص معينين.
هول الأشخاص اللي عم تقتلي حالك لتكوني معهم ويحبوكي هن نفسهم ما رح يحترموكي لما يعرفوا إن أنت بنت تتخلى عن مبادئها بهالقد سهولة. عطول دافعي عن حالك وعن الناس اللي بتحبيها لو بغيابها. بعرف إنه كتير صعبة، وبعرف إنه يمكن أحيانا يكونوا 10 عم يتنمروا أو يتمسخروا على رفيقتك. بعرف إنه أسهل ضلك ساكتة لكن خلص الحديث وتتمنى إنه رفيقتك ما تعرف إنه انحكى عنها هيك قدامك وإنت ما حكيتي شي. بعرف إنه هول كلهم أسهل، بس صدقين الموضوع كله بيتطلب منك مرة واحدة توقفي بوجهن مرة واحدة لتدافعي عن نفسك أو عن حدا بتحبيه. وصدقيني إنه من هالمرة الوحدة بس هول الأشخاص رح يفهموا إنه أنت منك بنت فيهم يغلطوا معه ورح تضلها ساكتة، ورح فيك تقنعي عقلك إنه أنت عن جد بنت قد حالها وبتدافع عن حالها وعن الناس اللي بتحبهم. ولتدافع عن الناس بتحبيها ما ضروري تصير شخص أنت ما بتحبيه ومنك مقتنعة فيه بس لأنك عم تدافع عن غيرك. أنت قادرة تدافع عن غيرك بكتير أخلاق وتهذيب ولباقة. فيك بكل بساطة تقوليلن ما بعرف عن شو عم تحكوا، البنت بتجنن، وتفلي وهن حيولعوا. او فيك تقوليلن انه انتو هلا عم تفرجوني صورة كتير منها حلوة عن حالكم اذا ما انكم ملاحظين، وهن رح يولعوا. كرمال تكوني قد حالك بدك تكوني قد كلامك. اذا بتعطي حالك كلمة وبتكسريها انت شوي شوي عم بتقللي من قيمة حكك وقيمة كلامك قدام نفسك وقدام غيرك. اذا بتقولي لحالك انا بكرة بدي امشي وما بتمشي، انت هون كسرتي كلمتك، لانه انت ما عم بتنفسيها ولا عم بتطبقيها. ومع الوقت انت ما حيكون عندك ثقة بحالك. كل ما بدك تيجي تعملي شغلة رح تصيري تفكري انه انا هلا عن جد رح اعملها ولا رح اعمل بحالي مثل كل مرة واكسر كلمتي. حتى اذا بتقولي لشخص انا رح كون حدك بهيدا الموقف وما بتكوني حده وبتكسر كلمتك قدامه، حتى هيدا الشخص ما رح يحترم كلمتك، ما رح يعمل لها قيمة. ومع الوقت كل يلي حواليكي رح يصير يستهزئ ويقلل من قيمة يلي بتحكيه. انا رح افتح مشروع جديد، ايه صدقناكي، هيك حتصير حياتك. فما تعطي كلمتك لحدا غير ما تكوني قدها. اعرفي حقوقك واي معاملة بتستاهليها. انت بتستاهل الناس تعاملك بطريقة كتير حلوة، تعمل لك قيمة، تسمع لك، تاخد بعين الاعتبار شو بتحكي. اذا انت بعدك ما بتعرفي انك بتستاهلي معاملة كتير حلوة، رح تقبلي بالمعاملة العاطلة وما تحكي شي. رح يستغلوكي ويستغلوا طاقتك ووقتك وانت قاعدة عم تتفرجي، لانك مش عارفة قدي وقتك وطاقتك غاليين وما فيهم يستغلون بهالسهولة. اذا قلتيلن رايحة على الصف وقصادا ما تركولك مطرح وما بتعرفي انه هيدا قلة احترام. اذا انتو عم تحكي برموا ومشوا وما بتعرفي انه هيدا قلة احترام. اذا انتو عم تحكي صاروا يحكوا فوق حكيك ليغطوا على اللي عم بتقوليه وما بتعرفي انه هيدا قلة احترام. كتير طبيعي ما تدافع عن حالك. كرمال تقدري تفهمي شو حقوقك وتفهمي قيمتك وشو بتستحقي، كتير مهم ما تبخلي على حالك بالعلم وبالثقافة. قري كتب، قري قصص عن حياة أشخاص كتير كانت مهمة بالماضي، كيف كانت تتصرف بمواقف معينة. البنت يلي مثقفة ومعلمة وواعية كتير أصعب على الناس يغلطوا بحقها وتضلها ساكتة، وكتير أسهل عليها تكون قد حالها. تعلمي، اشتغلي، وطلعي مصاري، هيك بتكوني قد حالك. هيك ما بتخلي ولا إنسان يستهون فيكي، لأنه أنت مش مستهونة بحالك، لأنه أنت ما عم تستهوني بفكرك وعم بتغذيه، انت ما عم تستهوني بقدراتك وعم بتنميها، انت ما عم تستهوني بقدرتك على الخلق والابداع وعم تستفيدي منهم. فكرك لو انا بقيت مخباية بغرفة سنين وعم بتجنب اي موقف يصير معي حتكون شخصيتي قوية؟ رح كون بنت قد حالي؟ لما حدا يجي يغلط معي بالحكي رح اعرف شو اقول، رح اعرف كيف دافع عن حالي اذا انا بغرفتي كل الوقت؟ كتير مهم تكوني عم بتعيشي، عم تشتغلي، عم تتعرفي على شخصيات مختلفة من الناس. شخصيتك مش بين يوم والتاني رح تصير قوية، شخصيتك شوي شوي رح تنبنى لتصير قوية. وشو يلي رح يبنيها؟ مواقف وقرارات انت رح تاخديهم. لتكوني بنت قد حالك كتير مهم الناس اللي حواليك. إذا الناس اللي حواليك شخصيتهم قوية وقد حالهم وبيدافعوا عن حالهم، انت حتكوني هيك بكتير سهولة، رح تتعلمي منهم صفات، رح تشوفيهم بمواقف معينة وتتعلمي منهم كتير. بس إذا يلي حواليك ضعاف الشخصية، بينغلط بحقهم بحق الناس اللي بحبون، بضلون ساكتين مبتسمين عم بهزوا براسهم، انت حتصيري مثلهم. مثلا أنا تعلمت كون رفيقة منيحة، رفيقة بتدافع عن أصحابها بس ينحكى عنهم، رفيقة بتعرف إنه إذا هذا الشخص أذى رفيقتي يعني أنا هذا الشخص أذاني. هاي الأمور أنا كيف تعلمتها؟ تعلمتها من رفيقتي القوية اللي فاتت على حياتي، لأنه هي قوية وشخصيتها قوية وبتدافع عن حالها وبتدافع عني بغيابي. تعلمت منها كيف أنا أكون رفيقة منيحة. اللي حواليكي بيأثروا عليكي وعلى شخصيتك إن حسيتي ولا ما حسيتي. وأهم نقطة لازم تعرفيها إنه إذا أنت بنت قد حالك مش يعني لما تغلطي ما بتعترفي بغلطك وما بتصلحي. البنت يلي قد حالها كمان إنسان وبتغلط، بس الذكاء وين؟ إنه تعترف بغلطها وتصلح لتصير بعد شخص أقوى وأوعى وأحسن. إنه تكون شخصيتك قوية وتكوني بنت قد حالك مش يعني بنت عنيدة ومتشبسة برأيها وما بتسمع لحدا وما بتحترم حدا وعندها عطول أسلوب عدواني مع الغير. لا،
البنت يلي قد حالها هي بنت بتعرف حدودها وبتعرف حقوقها وواجباتها، بتحترم حالها، بتحترم كلمتها، بتحترم الغير. إذا غلطت بتعترف وبتصلح، وإذا حدا غلط معها بتوضح له إنه غلط معها لما يعيدها. بتشتغل على حالها، بتشتغل على فكرها، بتشتغل على مصرياتها، بتعرف قيمتها كتير منيح، وبتعرف المعاملة الحلوة يلي بتستاهلها. أنا كتير مبسوطة إنك هون، إذا مانك عاملة سبسكرايب دو سبسكرايب كرمال تكوني عم تدعمي الشانل ونوصل سوا للنص مليون. تذكري إنك موجودة هون لسبب وإنك بتستاهلي كل شي حلو. باي.